لم نجلب لكم هذه الصور من الهند أو الصين أو أي من الدول المعروفة بمناخها الاستوائي الصالح لزراعة الموز، بل هي من بلدة دركوش في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، حيث أصر المزارع نعمان قريش على إدخال هذه الزراعة إلى قائمة منتوجات البلدة الكثيرة والمتنوعة. المزارع نعمان يوسف قريش من بلدة دركوش، من أحد المزارعين اللي بيحب ويطمح بإدخال أصناف جديدة على مزرعتي، لأنه الزراعة هي بوحدة يعني ما بتوقف على نبات واحد أو على أشجار معينة. فخطرت لي فكرة أعمل تجربة على زراعة الموز في البلد، طبعا لأنه الجو فيها حار صيفا ومعتدل بالشتاء، بيساعد على نبتة الموز بزراعتها. فقمت عليها تجربة يعني على شجرة واحدة حصلت عليها من أحد المزارعين القديمين، فأجتني فكرة أنه أزرع، عمل عليها تجربة فنجحت أول بموسم صغير، فحبيت أطور على الفكرة. محاولات عديدة والكثير من التجارب الفاشلة لم تثني عزيمة السيد نعمان، والذي أتقن أخيراً أساليب زراعة هذه النبتة التي لم تزرع في سوريا من قبل إلا على سبيل الزينة أو التجربة. أما الآن ففي هذه المزرعة البسيطة فقط توجد أكثر من 80 شجرة موز، كما يعمل العم نعمان على توزيعها على المزارعين بغرض تشجيعهم على زراعتها والتحول بها إلى طور الإنتاج.